لازم الموظف اللي هيمضي لك على الاختام يبقى موظف موجود ومقيد في السفاره. السفاره عندها علم انه ده موجود في الخارجيه. مساء الخير عليكم جميعا. دلوقتي هنخلق مع بعض كده سيناريو سريع. انت دلوقتي طالب ولسه متخرج او لسه في الدراسه بتاعتك ما اتخرجتش وعايز تكمل دراسه بره، بالتحديد في ألمانيا. ايه الإجراءات المطلوبة؟ أبدأ فين ومنين وكده؟ فالنهاردة عامل فيديو هحكي فيه بالتفاصيل كلها ايه اللي انت المفروض تعمله علشان تاخد فيزا طالب وتكمل دراستك بره، وهحاول على قد ما اقدر اقول لكم كل المصاريف اللي محتاجها علشان تجهز ورقك كله وتقدم على السفارة وتاخد الفيزا وتقدر تسافر. والموضوع مش صعب بالنسبة لفيزا الدراسة. من واقع خبرتي أنا وتجربتي الشخصية أقدر أقول إنه السفر للدراسة مقارنة ببقية أنواع السفر التانية لألمانيا يعني يعتبر سهل جدا وبسيط، وإجراءاته مسألة وقت بس مش أكتر، وفلوس طبعا يعني ده مش اوبشن عندنا في مصر. المهم معاكم جورج اندراوس. انا طالب بكالوريوس اتخرجت في 2022 في مجال البايو تكنولوجي، وحاليا انا يعتبر داخل على المانيا. يعني انا لسه في مصر حاليا وانا بصور الفيديو دوت، لكن انا المفروض خلال نتكلم في اسبوعين او حاجه هسافر لالمانيا علشان اكمل دراسه الماجستير بتاعي. تفاصيل عن الموضوع دوت هتكلم عليها خلال الفيديو، ولو حابين برضو اعمل قدام تفاصيل اكتر او فيديوهات اكتر، يعني دي تعتبر اول فيديو ليا على قناه اليوتيوب ده بخصوص بايو تكنولوجي ومجالاتها وتخصصاتها وحاجات زي كده. فطبعا دي حاجه انا احب اعملها قريب جدا ان شاء الله، فادعموني. ما تنسوش اللايك المتين، سبسكرايب للقناه، ويلا بينا نبدا. ما تنسوش طبعا نجهز كوبايه القهوه عشان الاوراق بقى ايه هتطول معانا وكده. احنا داخلين على المانيا، طبعا في مصطلح البيروقراطيه في المانيا، فانت احسن حاجه انك تبتدي بيروقراطيه من دلوقتي وانت في بلدك بتجهيز الورق وكده عشان تسخن للي هتشوفه بعد كده. انا لسه ما شفتش حاجه بس احنا بنتكلم يعني. طب يلا بينا. ده كده ملخص طالب رايح يدرس ماجستير. ده انت في البلد، تمام؟ دلوقتي اول حاجة انت متخرج، فهتروح للجامعة، هتطلب منها شهادة الجامعة، بيان درجات الجامعة، ومحتوى علمي للكورسات اللي درستها خلال الدراسة. شيل منهم شهادة الجامعة لو انت لسه في الجامعة او لسه ما قررتش هتنقل من دراسة في مصر لدراسة في ألمانيا. دلوقتي هنا بنيجي في لخبطة. في ناس كتيرة يعني صحابي وكده اشتكوا من الحكاية ديت في التعامل مع الجامعة في الأوراق اللي بتبقى رايحة تتوثق من السفارة أو تسافر بره، أو الورق يعني هيتعامل معاملة في بلد تانية. فعلشان ما يحصلش لخبطة في الجامعة، أهم حاجة تعملها هتروح لإدارة شؤون الطلبة في الجامعة أو اللي هي بنسميها الأدميشن أو أيا كان، وهتقول لهم الاتي: الورق دوت هيروح يتوثق من الخارجيه المصريه، وعايز كل الاختام اللي هتبقى على الورق دوت جاهزه، لانها الورق ده يتاخد يروح للخارجيه المصريه يتوثق من غير اي مشاكل. ما نجيبش بقى السيره لا هروح بيه السفاره او الورق ده مش عارف اقدمه لالمانيا، وكأنه عندنا في جامعات كتير بتبقى في التعاملات الورقيه دي على باب الله. فاسهل حاجه تقدر تعملها، اي موظف في الجامعه هيفهمك على طول والورق هيبقى مظبوط معاك، انك تقول له ان الورق ده هيروح يتوثق من الخارجيه المصريه. فالمفروض الورق بتاعك لما تيجي تاخده من الجامعه هيبقى مختوم اختام زي كده، حاجه قريبه من ده. يبقى ختم الجامعه ذات نفسها، ختم النسر، والختم المستطيل دوت ده بيبقى الختم اللي تقدر من بعديه تاخد ختم الخارجيه. هتروح بعد كده بورقك معاك شهاده الجامعه بتاعتك، بيان الدرجات، والمحتوى العلمي بتاع الدراسه بتاعتك. في حاجه واحده عايز انبه عليها عشان مهمه جدا وما تعملش معاك لخبطه في بعد كده وانت بتقدم على الجامعات. دلوقتي في جامعات بتحط لك الجريدنج سيستم بتاع الجامعه في الورق بتاع بيان الدرجات، زي ما انتم شايفين المنظر ده. دي ترجمه لمعنى A و B و C والدرجات او ايا كان ايه نوع الجريدنج اللي الجامعه بتاعتك بتديهولك ده، بمعنى ايه، كام في المية، ولا انت عملت اتشيف لقد ايه من الكورسات والكورس ورك والكلام دوت. تمام؟ دي بتبقى ترجمه مهمه جدا. يعني في جامعات بتبقى مشكوره بتحط لك الجريدنج سيستم اوتوماتيك في ورقتك بتاعت بيان الدرجات، فدي ما بتحتاجش اي حاجه، خلاص كده تمام قوي. لكن في جامعات تانية ما بتعملش كده، لانه في ناس اصدقاء ليا وكده واجهتهم مشكله زي كده.
يجي يعمل ورقه ويوثق من الخارجيه ومن السفاره وكله تمام ويبعت للجامعه، الجامعه تقول له مفيش جريدنج سيستم في ورقك. لازم تتاكد انه في جريدنج سيستم، بيبقى جدول موجود زي دوت بالظبط اهو، لازم يبقى موجود في ورقتك. الجدول ده مش موجود لازم تروح للجامعه تسالها، تقول لها انا عايز ورقه جريدنج سيستم للجامعه. الجامعات معظمها يعني هتفهمك هتحاول تفهمك في الموضوع ده. فدي ورقه مهمه جدا لازم تتاكد انها موجوده من بعد ما تستلم ورقك من الجامعه، ولو مش موجوده لازم تروح تسال الجامعه في شؤون الطلبه عليها، ضروري جدا. وبرضه بتتعامل هي نفس المعامله، بتتختم وبتتوثق، مفيش اي مشاكل. ده كده مشوار الجامعه، كل ده بيخلص في الجامعه مره واحده. في جامعات تانية، انا كان عندي مثلا الجامعه عندنا بتقول لا ما تروحوش الجامعه، تفتح موقع اونلاين مخصوص للجامعه بتقدم فيه الورقه، بسيب لكم الصوره ليه، بيبقى حاجه شبه كده. ده النظام كان عندي في الجامعه، طبعا بيختلف من جامعه تانية، المفروض كل واحد عارف جامعته الاوراق الرسميه بتطلع منها ازاي. بس عموما المشوار عموما كله بيخلص مره واحده، بتقدم على كل الورق وبتطلع على الجامعه على طول تخلص. وقت ما جهزت انا الورق بتاعي كلفني حوالي 800 جنيه كان. ده مشوار الجامعه. يجي بقى المشوار التاني، لا هو اهم حاجه، هتطلع للاداره التعليميه بتاعه السيده زينب علشان تطلع الورق بتاع المدرسه بتاعك، او لو انت اوريدي كنت مطلعه وكان موجود معاك في الملف بتاع الجامعه، وده كان في حالتي انا، هتروح لازم توثقه من الاداره التعليميه بختم معين كده. الختم دوت يأهل الورق انه يروح يتختم برضو من الخارجيه. فبكل بساطه هتروح للاداره التعليميه. الموضوع ما بيختلفش كتير من اذا انت كنت ثانويه عامه ولا امريكان ولا اي جي ولا ايا كان ايه التعليم اللي كنت فيه ساعه المدرسه. بتبقى الاجراءات كلها بتخلص في نفس المكان وبتبقى بسيطه جدا. انا مثلا الدراسه بتاعتي كانت اللي هي الامريكان، فالشهاده بتاعتي كانت حاجه زي كده، طبعا بتختلف من كل تعليم، لكن يعني المجمل عادي، بيبقى عباره عن شهاده بتقول ان انت اتخرجت من المدرسه خلاص، والورقه اللي بيبقى فيها بيان درجاتك كلها بتاع الكورسات او المواد اللي خدتها ساعه الدراسه في المدرسه. بتطلع طبعا في السيده زينب كل نوع دراسه ليه المكتب بتاعه. انا رحت سالت عادي خالص، قالوا لي المكتب بتاعك في الاوضه الفلانيه، طلعت عليها، بتروح للموظف بيقول لك هتعمل حواله بكذا ايا كان الرقم. تقريبا انا كنت حوالي 120 جنيه او حاجه زي كده ساعتها، وهتروح تعمل له الحواله من البريد لازق جنب الاداره التعليميه بالظبط. هتروح ترجع تاني للموظف تديله الحواله يختم لك الورق بتاعك، هيدي لك ختم بالظبط عامل زي دوت، برضه ختم فيه هو عباره عن كلمتين، والموظف بيمضي ويحط التاريخ بتاعه وختم النسر في الاخر، بس كده. ده كل اللي انت محتاجه في انك توثق من السيده زينب. كده يعتبر مشوار المدرسه خلص، معاك ورق المدرسه بتاعتك وورق الجامعه بتاعتك جاهز. ماذا بعد القهوه؟ تطلع على الخارجيه المصريه وتوثق الورق من الخارجيه اخيرا. تمام. بتشوف اقرب مكتب خارجيه ليك وبتروح، وبعد كده بيبقى معاك ورقك كله اللي انت ختمته من الجامعه ومن الاداره التعليميه خلاص. تطلع على الخارجيه المصريه. يستحسن تيجي بدري، لانه بصوا يا جماعه، احنا عندنا في المصالح الحكوميه بتاعتنا، انا ما بتعبش في المصالح الحكوميه. ليه؟ لانه دايما احب اروح بدري. يعني المكان الفلاني بيفتح الساعه 7، انا 6 واقف قدام الباب خلاص. فيعني دايما مواعيدكم تبقى بدري علشان نخلص بدري، علشان لو في اي مشكله قدر الله في الورق تلحق ما تحرقش اليوم، فاهم؟ تلحق تنجز المشكله وترجع تاني على طول. فانك تيجي بدري في اي حاجه ده هيريحك جدا في الورق دوت، مش هتحس باي مشكله وانت بتجهز ورق. الخارجيه تفتح، شوف المكتب بتاعك بيفتح الساعه كام. انا المكتب بتاعي كان بيفتح 8، كان مكتب الخارجيه في الميريلاند، وده اللي انا بصراحه برجحه، لانه الموظفين بتوعه بيبقوا موجودين دايما قاعدين ما بيتغيروش، لانه في حاجه كده في الخارجيه انه لازم الموظف اللي هيمضي لك على الاختام يبقى موظف موجود ومقيد في السفاره. السفاره عندها علم انه ده موجود في الخارجيه، فبالتالي لازم يبقى مكتب حيوي. تمام، مكتب فيه رجل داخله وخارجه طول الوقت، فبيبقى الموظفين فيه معروفين. من لما كان في ناس كانوا يقولوا لي السفاره رفضت توثق الورق لانه الموظف مش مقيد عندها، فحاجه غريبه. فانا برجح دايما
مكاتب خارجيه كبيره، مش الحاجات اللي هي متطرفه شويه. هتروح الخارجيه، تخش، بنقف طوابير على الباب قبل ما يفتح. اول لما بنفتح بيدخلونا عشرات عشرينات على حسب بقى الضغط على المكتب. تخش بتدي الورق للموظف، الموظف بيعد الورق، بيبص على الاختام، يشوف الدنيا تمام معاك، كله مظبوط. لو انت ختمت باوراقك وكل حاجه زي ما قلت لك، مش هيبقى في اي مشكله معاك في التوثيق الخارجيه. الختم بيتحاسب الختم الواحد ب 115 جنيه. فانت شوف معاك كام ورقه. الختم بيبقى 115 لكل ورقه، كل ورقه بتتختم. انا مثلا بيان الدرجات بتاعي، كل ورقه في بيان الدرجات اتختمت بيبقى اهو الختم اهو. ده الختم الكبير اهو، امضة الموظف بتبقى موجودة عليه الاحمر اهي، وبيبقى فيه طوابع بالمبلغ اللي هيدفع على الختم، وبرده ختم نسر تاني بيبقى عليه. فتعد ورقك كويس، تعرف كام ورقة هتتختم، وتبقى مجهز نفسك بالفلوس. الفلوس بتبقى بالكاش في مكتب الخارجية. أنا عندي خدوا كاش على طول، مفيش فيزا، فتبقى عامل حسابك. طيب حاجة صغيرة يا جماعة كنت عايز أنبه عليها، نسيت أقولها في الفيديو. المحتوى العلمي في الخارجية بيتحسب كورقة واحدة بس، لأنه ده بيبقى ورق كبير، ده بيبقى زي كشكول. فهي أول صفحة من المحتوى العلمي بس هي اللي بتتختم، غير كده مفيش حاجة تانية بتتختم، والموظف بتاع الخارجية بيبقى فاهم كده. فكده خلصنا مشوار الخارجية. طيب هنيجي دلوقتي لنقطة مهمة جدا. دلوقتي احنا مش هنوثق الورق ده من السفارة. طب في ورق بالعربي هنا، مش المفروض يترجم؟ اكيد. اختامك كامله، ورقك كله مختوم من الخارجيه. كده خلصنا التوثيقات المصريه. تمام كده. نبدا بقى على مرحله الترجمه. انا هسيب في الديسكربشن بتاع الفيديو دوت لينك فايل PDF السفاره بتبقى منزلاه عليه لسته كبيره قوي بكل المترجمين المحلفين والمعتمدين من السفاره، فيهم عناوينهم، رقم تليفوناتهم. شوف اقرب واحد ليك اللي يريحك، وهتودي الورق بتاعك يترجم. شوف بقى ايه الورق اللي محتاج يترجم معاك. انا كان مثلا في حالتي ورقه شهاده التخرج كانت بالعربي، ما بتتنزلش بالانجلش، لانه الورق بتاعي كان ليه حاجه اسمها معادله تتعمل من التعليم العالي، والتعليم العالي ما بيعتمدش اي ورق غير باللغه العربيه. فكانت الشهاده بتاعتي لازم تبقى بالعربي مش بالانجلش. في الحاله ديت كنت محتاج اترجم الورقه ديت زي ما انتم شايفينها. الترجمه بتبقى حاجه بسيطه جدا، بيبقى الشهاده بتاعتك مترجمه بالالماني، وهنا في اللوجو بتاع المترجم وعناوينه وتفاصيله، وبيختم هنا المترجم على الختم وبيمضي عليه، وبيختم هنا تاني عند الدبوس، وبرضه بيختم ختم تاني هنا. لازم الورق بتاعك يبقى مترجم ومترجم محلف او معتمد من السفاره. الترجمه بتاعتي كلفتني حوالي 240 جنيه. طيب احنا كده رحنا الخارجيه، وثقنا من الخارجيه، رحنا للمترجم بقى، ترجمنا اي ورقه بالعربي عندنا، الانجليش مش مشكله. هنبدا دلوقتي نروح على TLS. طبعا كتير منكم طبعا سمع عن TLS وعارفوا ايه. دلوقتي السفاره ما بقتش تتعامل مباشر، يعني ما بقاش اي حد يروح هيوثق ورق يروح للسفاره عشان يوثق الورق، لا بيروح من مكتب وسيط بيسلم الورق هناك. المكتب ده ليه عمولة، بياخد الورق بيبعته للسفارة يتوثق ويرجع تمام كده. دلوقتي هتوثق ورقك من TLS، يبقى لازم تحجز ميعاد مع TLS على الموقع بتاعه. برضو في الديسكريبشن كل حاجة خطوات موجودة لميعاد التوثيق. هتيجي بعد كده توثق الورق بتاعك من TLS ميعادك بالظبط، علشان ما بيحبوش التأخير في المواعيد وكده، وممكن يجيلك الحجز كله، فبلاش تيجي بدري. توثيق الورق في TLS عبارة عن تسليم أوراق ودفع مصاريف وبس، بتروح. هي نفس الفكرة بالظبط. هتخش TLS، المكتب بتاعهم موجود في الشيخ زايد. هتروح هناك، هتديهم ورقة الحجز بتاعك أو الإيميل اللي جالك للكونفirmation بتاع إن أنت حجزت ميعاد. هيدولك رقم، بتروح بعد كده بتسجل الباسبور بتاعك على السيستم عندهم علشان يظهر في الشاشة لما يجي دورك في أي مكتب هتقف فيه. أول لما يجي دورك هتستنى. الدنيا هناك بتبقى منظمة وسريعة، الموضوع مش هياخد منك وقت خالص يعني. هتروح تديهم الورق بتاعك وتدفع مصاريفك بس كده. مصاريف TLS في التوثيق كلفتني ساعتها حوالي 960 جنيه بالظبط. لكن اعتقد المبلغ ده زاد شويه بقى ب 1200 او حاجه زي كده لتوثيق ورق للدراسه، لانه بيختلف التوثيق طبعا اذا كنت طالب او بحث عن عمل او كده. لكن في حاله الطلاب اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي هو بيبقى كده في حدود من 960 ل 1200 حاجه زي كده. انا اتمنى الارقام دي ما تزيدش تاني عبال ما انزل الفيديو، لانه انتوا عارفين الفتره ديت الاسعار بتتغير كل شويه تقريبا.
بس هي تبقى في الرينج ده. التي ال اس بعد كده انت على الموقع بتاعهم مكان ما حجزت بيبقى فيه زي لستة كده للبروسيسنج بتاع الورق بتاعك، فلما الورق بيخلص بيبقى عامل لك بالاخضر ان هو خلاص خلص، وبعدها بحبه هتلاقي التي ال اس باعت لك رساله على التليفون وعلى الايميل بتاعك، وبعد كده هتلاقيه بيبعت لك يقول لك انه الورق بتاعك خلاص جاهز وسلمناه لشركه الشحن. وبعدها ما فيش يعني بيوم من بعد ما يقول لك التي ال اس انه الورق خلص بتلاقي شركه الشحن تتصل بيك بتقول لك انها عايزه اسلم لك الورق. فبس الفتره بقى من ساعه ما سلمت الورق لحد ما شركه الشحن تتصل بيك انك تستلم الورق دي ممكن تقعد من اسبوعين ل3 اسابيع، ممكن 4 اسابيع لو في ضغط. فيعني في الرينج ده بعد ما تستلم ورقك من التي ال اس خلاص المفروض انه يبقى موثق من السفاره. توثيق السفارة دوت بيبقى حاجة زي كده اهو، بيبقى ختم كبير عليه برضو امضة الموظف كده، اختام تاني، التاريخ، الحاجات دي كلها، ده بيبقى ختم السفارة. طبعا نخلي بالنا من نقطة في موضوع الاختام، انه ختم الخارجية السفارة بتسمح بان انت توثق ورق من عندها لو ختم الخارجية دوت ما عداش عليه سنة. فلازم دايما تخلص امورك بسرعة، يعني تخلص خارجية تدخل على السفارة على طول، ما تسيبش الورق عندك، توصل لحد ختم السفارة دوت والورق بتاعك بيبقى معتمد مدى الحياة. فدي نقطة مهمة جدا، خلص ورقك بالسفارة، حتى مش لازم تقدم على الجامعات الأول وتستنى القبول وبعد كده توثق ورقك، يعني ممكن عادي تخلص ورقك كله يبقى جاهز معاك بالسفارة، ده كده مدى الحياة، يعني ده تقدر تقدم بيه في أي وقت. فعشان كده برضو نقطة التوثيق بتبقى مهمة جدا. تاني حاجة انت بيبقى في ضغط اوقات في المواعيد في الفترة اللي هي بنبقى قربنا من الدراسة، اللي هو عند شهر 7 8 9 الحتة دي ممكن المواعيد تطول لشهر واكتر من شهر كمان. فما تزنقش نفسك، حاول تخلص كل حاجة في البدري. يعني لما انا كنت بجهز الورق دوت، انا كنت في حوالي شهر نوفمبر ديسمبر، فكان اصلا ما كانش في ضغط في الدنيا، كانت كلها سلسه، المواعيد فاضيه. دلوقتي هنيجي عند نقطه مهمه جدا من حيث اللغه، دي لازم تبقى موجوده معاك لانك هتقدم بيها في الجامعه بعد كده. فمثلا انا في حالتي انا رايح على ماستر بالانجلش، تمام، الدراسه كلها تبقى بالانجلش، فلازم يبقى معايا ما يثبت تمكنك من اللغه، تمام. فمثلا شهاده ايلتس، امتحان للايلتس، ايوه ده انا يا جماعه، لو انتم مش مصدقين المهم فهيبقى ايلتس في حاله الانجليش او تويفل او كده. الالماني طبعا لو هيبقى دراسه بالالماني في امتحانات كتير جدا بالالماني، في التلك، في جوتا، بس جوتا بيبقى صعب شويه في انك تحجز اليومين دول، لكن في امتحان برضه تاني موثقه كتير. في جامعات بتقبل عادي بان انت تروح تقدم لهم ورقه رسميه من الجامعه بتقول ان انت امتحنت ودرست باللغه الانجليزيه، فبالتالي دي برضه بتتقبل في جامعات كتير. لكن مثلا انا البروجرام اللي انا كنت هقدم عليه ما كانش فيه الموضوع دوت، فكان لازم اخد ايلتس. وكمان ميزه انك تاخد امتحان رسمي بتوسع معاك الفرص في التقديم في الجامعات. ما هو مش كل الجامعات بتقبل بكده، في جامعات بتقبل لازم شهادات رسميه، فبيضيق الدنيا شويه من حيث البروجرام اللي انت عايزه بعد كده. انا قدام عايز اعمل فيديوهات ازاي تعدي في الايلتس. يعني يا جماعه الايلتس ده مش محتاج تبقى عالم علشان تعدي في امتحان الايلتس، تمام، ليه تكنيكس معينه، ليه طرق معينه، فيديو تاني لوحده هنشرح فيه ازاي الايلتس تعدي فيه وتجيب فيه سكور كويس يأهلك لأي بروجرام تاني. وأول ما بتخلص وتمتحن الامتحان بتاعك وتستلم شهادة اللغة ما بتحتاجش أي توثيق ولا أي حاجة، هي ليها الاي دي بتاعها على السيستم، يقدروا يكشفوا إذا كانت الورقة حقيقية ولا لأ، فخلاص. طيب دلوقتي أنت خلاص طلعت ورق الجامعة كله، طلعت ورق المدرسة كله، وثقت من الخارجية، ترجمت الورق اللي عندك بالعربي كله خلاص، ورحت السفارة وثقته معاك ختم السفارة. ندخل بقى على مرحلة انتوا عارفينها، المرحلة اللي خلتنا نبدأ الفيلم ده كله من الأول، إن إحنا هنبدأ نقدم على الجامعات. التقديم على الجامعات دوت يعني إحنا هنتكلم عليه دلوقتي يعني سريعا، لكن برضه حابب أعمل له فيديو بالتفاصيل بقى مملة من جواه، التقديم ده بيمشي إزاي وكده. لكن في المجمل هتدور على موقع بيبقى عليه البروجرامز اللي الجامعات الحكوميه بتقدمه في المانيا، والجامعات الخاصه في المانيا برضه نفس الكلام، كل الجامعات بتقدم البروجرامز بتاعتها هنا. انا نفسي استعملت موقع الدي دي، اللينك بتاعه في الديسكربشن، بتخش عليه وبتشوف انت هتختار تدرس بكالوريوس ولا ماستر، وفي انهي مجال بالظبط، ايا كان المجال اللي انت عايز تتخصص. تخش جوه كل برنامج بيبقى فيه سيكشن فيه الريكويرمنت، وعلى جنب بيبقى فيه
الايميل بتاع الكوردينيتور بتاع الكورس، ودي نقطة مهمة جدا. لازم تراسل الكوردينيتور بتاع البروجرام وتفهم منه الدنيا اكتر، حتى لو كل حاجة مكتوبة خش برضو اسأله نفسك. انا تقريبا لو انا ما كنتش براسل الكوردينيتورز بتوع البروجرامز، انا نفسي ما كنتش هقدم على البروجرام اللي انا داخل عليه دلوقتي. فعلى الايميل تبعت لهم تسألهم تفاصيل الاوراق ماشيه ازاي، الاختام ماشيه ازاي، التوثيقات بيقبلوا من غير التوثيق، يعني ممكن اقدم ورق على طول ولا لا. يعني اي حاجه في بالك لازم تسال الكوردينيتور عليها. ساعات الكوردينيتور ممكن ما يردش، لو دخلت على الموقع بتاع البروجرام ذات نفسه يبقى برضه متساب في الدي او دي، هيقول لك برضه على ناس تانية تحت الكوردينيتور تقدر تتكلم معاهم برضه بالايميل وكده، وفي ناس بترد كتير. هتقدم بقى، تشوف كل جامعة تقديمها بيعمل ازاي. في جامعات تقديم مباشر، يعني هتخش على موقع الجامعة تقدم على طول. في جامعات تانية بتبقى بوسيط اللي هو زي اليوني اسيست، كتير منكم طبعا سمع عليه. هتقدم وهتنتظر الرد من الجامعات، وعادي ما تحبطش طبعا لو خدت رفض في جامعة او حاجة زي كده كنت عايزها، لانه برضو العبد لله مر برفض كان في كورس كان عايزه فعلا. فعادي الموضوع ما فيهوش اي زعل، يعني ما تبقاش بعد ما عملنا كل الفيلم ده وصرفنا كل الفلوس دي على التوثيقات والورق ومش عارف ايه، فجأة الاقي نفسي اترفضت في كورس احبط بقى والجو ده. لا لا، يعني ناخد الدنيا بإيجابية طبعا. هتقدم على الجامعات وتقدم جامعة 2 و3 وتشوف الدنيا ماشية ازاي وتشوف متطلباتهم وتسلم الورق بتاعك وكله تمام، واكيد هتظبط معاك الدنيا وفي جامعة هتقبلك. واول لما جامعة تقبلك بتبعت لك طلب القبول بتاع الجامعة دوت، هو بيبقى شكله بيبقى عبارة عن ورقة الجامعة فيها بتقول رسميا ان انت مقبول في البروجرام وان انت حققت الريكويرمنتس وكده. والورقه دي بتبقى مهمه جدا للتقديم في السفاره على الفيزا، يعني انت دي لازم دي معاك، دي لازم عشان تخش. ولما توصل للورقه ديت اعرف انه كده السفر ده بقى جد بجد. يعني هنا تبدا تتخذ الاجراءات للفيزا بتاعت الدراسه. دي تعتبر كل حاجه بالنسبه لتوثيق الورق وازاي تجهزه. طبعا اول فيديو من سلسله الحصول على فيزا دراسه طالب في المانيا. طبعا كده احنا الفيديو دوت حطينا فيه كل النقط اللي هي اعمل ايه من بعد ما خلاص انا قررت ان انا عايز امشي في اجراءات السفر. جهزت ورقي، وثقت ورقي من الخارجيه، وثقته من السفاره، ودخلت قدمت بيه على الجامعات وخدت قبول. اتمنى ما اكونش طولت في الفيديو قوي، واتمنى يعني الدنيا تبقى سلسه وانكم استوعبتوا معايا. لو في اي اسئله او اي حاجه عايزين اجاوبها في الكومنتات على طول هتلاقيني رديت، فابعت على طول ما تترددش. دي كل حاجه، واشوفكم في الفيديو التاني ان شاء الله. ما تنسوناش باللايك، سبسكرايب للقناه، يعني احنا لسه بنفتتح، فيعني في حاجات كتير قوي جايه لسه، واحنا بنكلمكم دلوقتي لسه واحنا في مكاننا، يعني لسه السفر ما جاش، بس يعني خلاص هي هانت كلها عباره عن اسبوعين ونص او حاجه زي كده وهبقى في البلد ان شاء الله. فدي كل حاجه يا جماعه، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.